مساء الخير عليكم جميعا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله مثل ما كتشوفوا غادي نديوكم معنا في واحد التفويجه زوينه في الحديقه القرانيه. تقريبا هي اكبر حديقه قرانيه في العالم واجمل حديقه الصراحه، تستحق الزياره لينا والوليدات كذلك، باش يشوفوا المعالم ديال الدين الاسلامي والمعجزات ديال القران. وصراحة فيها واحد الإفادة أكثر ما هي تفويجة، كتكون إفادة. فاليوم إن شاء الله غادي نديكم معنا للحديقة، غادي ندخلكم أول حاجة للبيت الزجاجي، ومن بعد غادي ندير فيديو خاص بالكهف، لأن الصراحة ما كتستحقش فقط واحد نص ساعة، كتستحق أكثر. فبغيت نحاول أنني نديرها لكم بالتفاصيل، ولكن مثل ما كتعرفوا فما بغيتش نطول الفيديو باش ما يجيش ممل. المهم هذا المدخل ديال الحديقه. حنا نيشان غادي نمشيو للبيت الزجاجي اول حاجه، وفيها مساحه خضراء كبيره كبيره جدا، كتضمن نيت العاب ديال الوليدات، وتقدروا انكم تجلسوا عادي. وفيها من هاد الشجرات 6 ديال الشجرات منقوشه بالحروف العربيه الفصحى، يعني طراز رفيع جدا صراحة، وأفكار مبتكرة جديدة. لأن في هذا الشجر كتلقاو الشاحن الخاص بالتليفون أو الموبايل مثل ما كتشوفوا معايا، وعنده امتداد حتى أنكم تقدروا تربطوا التليفون ديالكم بالواي فاي، لأن هذه الشجرة كتستمد الطاقة ديالها من الطاقة الشمسية. مثل ما كتعرفوا الأسلاك كلهم مرتبطين بالطاقة الشمسية، وكتقدروا انكم تجلسوا في هذا الشجر اللي فيه 6 شجرات وتشحنوا التليفونات ديالكم وانتم متواصلين بالواي فاي المجاني. قل للحبيب بجوف الليل مشتاق، فاضت شجوني ويم الشوق مغراق. اول مكان غادي ندخل معكم ليه هو هذا البيت الزجاجي. هذا البيت الزجاجي كيتضمن 29 نبات ذكر في القرآن الكريم، منها فواكه ومنها خضار ومنها بهارات او توابل. فغادي تشوفوا الفوائد ديال كل سبحان الله كل نبات، لا في الفوائد ديالو لا في السنة ولا في القرآن الكريم. للحبيب بجوف الليل مشتاق، شجوني ويم الشوق مغراق. إني ضعيف وحر الهجر أرقني، جد بالوصال فحر الهجر. محراق. إني ضعيف وحر الهجر أرقني، جد بالوصال فحر الهجر محراق. من لي سواك إذا ما الهم طوقني، من لي سواك لجور النفس ترياق. آت إليك بعصياني وبالندم، آت إليك ودمع القلب رقراق. ما زال قلبي في رحماك تحبوا حتى تجود فترعاني وترعاه. إن كان جسمي
جسمي لطين الأرض يجذبني، فالروح مني لنبع الروح تشتاق. بالنسبة للنباتات اللي كتشوفوا معنا هي نباتات مذكورة في القرآن والسنة، نباتات طبيعية داخل هذا البيت الزجاجي، موفرين لها بيئة طبيعية باش تنمو فيها 100%. سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل، سيدنا النبي وجميل. قمر قمر قمر، سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل، سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مس الأيادي. وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مس الأيادي. وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البرايا، قمر قمر، سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل، سيدنا النبي وجميل. ولا ظل له بل كان نورا، تنال الشمس منه والبذورا. ولا ظل له بل كان نورا، تنال الشمس منه والبذورا. ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا. حبيب الله يا خير البرايا، قمر سيدنا النبي قمر وجميل. وجميل وجميل، سيدنا النبي وجميل قمر
بالنسبة للدخول الحديقة القرآنية هو مجاني، وبالنسبة للدخول البيت الزجاجي ولا بيت الكهف فهو ب5 دراهم للشخص الواحد، والأطفال اللي أكثر من 3 سنين حتى هما كيدفعوا 5 دراهم. طريقة الدفع كتكون عن طريق بطاقة النول. بالنسبة لهاد البطاقة ديال النول، الناس اللي ما عندهمش يمشيو حتى الحديقة القرآنية ويقدروا يشريوها ب6 دراهم، ومن ثم تحطوا فيها رصيد مالي وتحجزوا بها في البيت الزجاجي وفي الكهف. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد. أتيتك يا خالقي باكيا. بالنسبة للبيت الزجاجي متوفر على مطاعم اللي تقدروا تاكلوا وتوكلوا فيهم وليداتكم، وفيه صراحة جميع المتطلبات، وفيه كذلك المشروبات اللي تقدروا تطلبوها كذلك، وفيه مكان خاص بالحجز ديال التذاكر. وكاين خلف البيت الزجاجي كاين مكان خاص بالالعاب ديال الوليدات اللي تقدروا تخليوهم يلعبوا وتجلسوا في المساحه الخضراء. صراحه مكان رائع وكيستحق الزياره. ودمع الأسى كل حين يزيد، لقد قلت في الآي لا تقنطوا، وإن تعف عني فذا يوم عيد. سأترك يا رب ذنب مضى وأقبل نحو الرضا والنعيم. أحبك ربي وهذا رجائي، بأنك تقبلني يا كريم. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد. بالنسبة للحديقة القرآنية كتكون من 3 البوابات. البوابة رقم 1 كتديكم مباشرة على البيت الزجاجي اللي هو حاليا اللي احنا فيه. البوابة رقم 2 كتديكم مباشرة على البحر المنفلق المجسد بقصة سيدنا موسى عليه السلام. والبوابة رقم 3 كتديكم الكهف المعجزات اللي غادي نشوفوه ان شاء الله في الفيديو المقبل إن شاء الله. أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد، لقد قلت في الآي لا تقنطوا، وإن تعف عني فذا يوم عيد. سأترك يا رب ذنب بالنسبة للتوقيت ديال الحديقة القرآنية فكيفتحوا من 8 صباحا حتى 10 مساء. فقط يوم الجمعة اللي كيكون التوقيت مختلف، كيفتحوا 3 عصرا حتى 10 ديال الليل.
الرضا وأقبل نحو الرضا والنعيم. أحبك ربي وهذا رجائي بأنك تقبلني يا كريم، بأنك تقبلني يا كريم. بالنسبة للبيت الزجاجي فكيتكون من طابقين، طابق سفلي وطابق علوي. الطابق السفلي هو اللي احنا فيه دابا، اللي كنصور لكم منه دابا، فيه نباتات طبيعية مذكورة في القرآن وفي السنة النبوية وطبيعية 100%. والطابق العلوي هو اللي كتطلعوا له في الدرج الخشبي وكتصوروا منه من الفوق للتحت، كتشوفوا واحد المنظر رائع جدا، خاصة مع غروب الشمس كيشعلوا جميع الأضواء اللي لتحت، وكتبدا تبان لكم النباتات في واحد الحلة وواحد المنظر رائع جدا. الصراحة المكان كيستحق الزيارة وما غاديش تندموا لا زرتوه. الصراحة المكان زوين بزاف بزاف بزاف، وكنعطيه كتقييم 10/10 وكيستحق الزيارة. كنعاود نقولها بالنسبة للأضواء باش كيشعلوها لتحت، وكيبان لكم داك الواد بين الأشجار اللي على اليمين والأشجار اللي على الشمال، والنباتات اللي مذكورة في القرآن وفي السنة في الجنب في اليمين وفي الشمال، وكتشوفوا داك الواد ديال المياه. صراحة واحد المنظر رائع جدا. فهذا هو تقريبا التفصيل الكامل اللي حاولت أنني نشرح على هذا البيت الزجاجي، وخليكم مع تتمة الفيديو وبسلامة عليكم. حبيبي بجوف الليل مشتاق، فاضت شجوني ويم الشوق مغراق. قل للحبيب بجوف الليل مشتاق، فاضت شجوني ويم الشوق مغراق. إني ضعيف وحر الهجر أرقني، جد بالوصال فحر الهجر محراق. إني ضعيف وحر الهجر أرقني، جد بالوصال فحر الهجر محراق. إذا ما الهم طوقني، من لي سواك لجور النفس ترياق. آت إليك بعصياني وبالندم، آت إليك ودمع القلب رقراق. في رحماك ينتحب حتى تجود فترعاني وترعاه. إن كان جسمي لطين الأرض يجذبني، فالروح مني لنبع الروح تشتاق.
سلمت قلبي يا ربي لتصله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرقه، فأين أمضي وحولي الوزر والوله. يا رب خذوا إلي الآن إن به شوقا يرتل في حزن تبت له. فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله. رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أشواقي وتنزله. بحثت في ليل قلبي عن سناء هدى، فلم أجد غير بدر ضل منزله. ورحت مستقبسا نور السماء سنا